هنسوي النهاردة ورق العنب مع اللحمة بطريقة حلوة قوي. الطريقة دي بتبقى من الطرق المميزة ولها طعمها الخاص. جميلة جدا، طعمها في منتهى الجمال. كمان هنسوي اللحمة مع ورق العنب بطريقة حلوة قوي، هتطلع معانا اللحمة دايبة ومستوية زي ما انتوا شايفين كده. وهنعمل خلطة محشي ورق العنب بطريقة حلوة أوي. هنعمل له خلطة جميلة جدا سهلة في منتهى الجمال، مش هتاخد مننا وقت في المطبخ خالص. في دقيقة واحدة هنكون عاملين التسبيكة بتاعة الرز ومخلصينه في دقايق. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول. وهبدأ بأحلى خلطة هحطها على المحشي بتاعي النهاردة. قطعت جزرتين كبار وبصلتين كبار وقرنين من الفلفل و3 فصوص من الثوم. هاخدهم على الكبة وهفرمهم فرم ناعم. وده بقى شكلهم بعد ما اتفرموا. مش عايزه لكم بقى ريحة الخلطة دي كده مع بعضها حاجة كده في منتهى الحلاوة. هنجيب الحلة او الطاسة اللي هنعمل فيها التسبيكة بتاعة المحشي، وهحط فيها شوية من الزيت ومعلقتين كبار من السمنة. هسيبهم يسيحوا كويس. بعد كده هحط عليهم الطماطم. اول ما هحط الطماطم هحط عليها الخضار اللي فرمناه في الكبة على طول، مش هنستنى لما الطماطم تغلي ولا حاجة. كله هنحطه مع بعضه في نفس الوقت وهسيبه يغلي كويس قوي لحد ما كله يتسبك مع بعض. الطريقة دي في المحشي بجد بتبقى تحفة جدا، طعمها بيبقى حلو قوي. المحشي طعمه بيبقى مسكر ومختلف. اول ما بتتسبك بتلاقي لون الصلصة فرق جامد. الجزر بيدي لون حلو قوي للطماطم لما بتتسبك، بيطلع معاها لون احمر كده او لون اورنج تقيل كده، بيبقى لونه تحفة. هحط عليهم معلقة صغيرة من السكر وهسيبهم يتسبكوا مع بعض. خلاص كده الطماطم اتسبكت وبقت حلوة قوي زي ما انتوا شايفين كده، تقلت خالص اهي. بعد كده هحط لها معلقة من الملح، معلقة من الفلفل الاسود، معلقة من الكمون، معلقة من الكزبرة الناعمة. بس مش هنحط توابل اكتر من كده، هو فلفل اسود وكمون وكزبرة ناعمة بس، ومكعب من مرق الدجاج. هنقلب بقى الكلام ده كله كويس قوي مع بعضه. ويبقى كده خلصنا التسبيكة. هنضيف عليها بقى الرز والخضار بتاع المحشي. في الوقت ده كنت غاسلة الرز ومصفياه كويس قوي وضفته للصلصة زي ما انتوا شايفين. وهنضيف عليه الخضار بتاع المحشي اللي هو بيبقى ربطة كزبرة، ربطة شبت، ربطة بقدونس. هقلبهم مع بعض كويس قوي وهندوق الملح، لو لقيناه محتاج ملح تاني هنحط له. بعد كده هجيب بقى ورق العنب وهحشيه. حشيناه مع بعض كتير قبل كده، عشان كده مش هطول عليكم، هحشيه وارجع لكم تاني. هنا بقى يدوب اللحمة استوت. بعد كده طلعتها حطيتها في المصفى، خليتها تتصفى من الشوربة كويس قوي. بعد كده حطيتها في الطاسة وحطيت عليها معلقتين كبار من السمنة، وهحمر اللحمة كويس قوي من كل ناحية. ودي تعتبر اهم خطوة في الطريقة بتاعتنا النهاردة. لازم نحمرها كويس قوي، طعمها بيفرق جامد مع المحشي. في ناس بتحطها وهي مسلوقة كده بس من غير ما تحمرها، ما بتبقاش حلوة قوي. جربوها بقى بالطريقة دي، ان هي تتحمر الاول، بتفرق قوي في ريحة وطعم المحشي. في طريقة تانية برضو اللحمة بتتحمر بس بدون ما تتسلق، بتتحمر وهي نية، بعد كده بتترص تحت المحشي وبتكمل سواها مع المحشي. بس انا ما بفضلش الفكرة دي، لان مستحيل اللحمة هتاخد نفس سوا المحشي الا اذا كانت لحمة متقطعة شرايح رقيقة. خلاص كده هجيب بقى بعد كده الحلة اللي هنحط فيها المحشي. قطعت فيها بصل، وقطعت جزر وفلفل اخضر وشرايح من الطماطم. بعد كده هرص عليها اللحمة جنب بعضها.
خلاص كده خلصت. هجيب بقى ورق العنب اللي حشيته وهرصه فوق اللحمة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. اول رصة هنحطها بالطول زي ما انتوا شايفين كده. تاني رصة هنحطها بالعرض. لازم يبقى خلف خلاف كده علشان واحنا بنقلب الحلة صوابع المحشي ما تسيبش بعضها وتقع. خلاص كده دي اول رصة انا رصيتها بالطول زي ما انتوا شايفين كده. تاني رصة بقى هنرصها بالعرض بالطريقة دي كده. لما نيجي هنقلب الحلة مستحيل الصوابع تقع من بعضها خالص. بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. اول رصة الصوابع كانت بالطول، تاني رصة الصوابع فوقها تبقى بالعرض، وهكذا. خلاص كده انا خلصت. بعد كده هجيب حبيتين من الطماطم هضربهم في الخلاط ناعم كويس قوي. بعد كده هحط عليهم رشة من الكمون ورشة من الفلفل الاسود، وهكملهم بالشوربة. زي ما انتوا شايفين كده هنحط على الطماطم الشوربة بتاعة اللحمة. بعد كده هقلبهم مع بعض كويس وهظبط الملح وهسقي بيهم المحشي على طول. ههز الحلة بقى هزة بسيطة كده علشان الشوربة تنزل. طبعا احنا رصين المحشي رصة محترمة، عشان كده الشوربة بتنزل بصعوبة، لازم نهزها الهزة دي. كمان هجيب بقى السمنة اللي انا محمرة فيها اللحمة وهحطها على وش المحشي زي ما انتوا شايفين كده. بتديله بقى ريحة حلوة، كمان بتديله لمعة في منتهى الجمال. خليته يغلي غلوتين اتنين بس كده، وبعد كده هديت عليه النار خالص واستوى زي ما انتوا شايفين كده. قلبته بقى على صينية واسعة. بعد كده هنشيل الحلة. بسم الله. طبعا بنخبط الحلة خبطتين من فوق كده علشان لو في حاجة لازقة يعني. كمان لازم واحنا بنرفعها بالراحة علشان مفيش حاجة تقع. طلعت سليمة الحمد لله، مفيش حاجة لازقة. هشيل بقى معظم الخضار ده علشان نبين اللحمة. الخضار الكتير اللي بنبقى حاطينه تحت المحشي بيديله طعم حلو قوي وبيخلي ريحة المحشي جميلة. كمان بيضيع اي حموضة في المحشي. كمان الناس اللي عندها القولون وبتتعب من اكل المحشي يرصوا خضار كتير تحت اي محشي بيعملوه، سواء محشي بتنجان، محشي ورق عنب، محشي كرنب، اي نوع من انواع المحاشي يرصوا تحتها خضار كتير، بصل وجزر وطماطم. الحاجات دي حلوة قوي وهتفرق معاهم كتير. زي ما انتوا شايفين اللحمة مستوية ودايبة خالص زي ما انتوا شايفين المشكلة انها سخنة قوي، مش عارفة امسكها بايدي. اللحمة زي ما انتوا شايفين طرية خالص ودايبة مش مستحملة لا تقعد بقى تشد ولا تنتش ولا الكلام ده. دي بقى افضل طريقة لتسوية اللحمة مع محشي ورق العنب. عايزة كمان اوريكم صباع محشي وتشوفوا الرز من جواه مستوي ازاي. الرز مفلفل جواه مش ملزق مع بعضه خالص. لون خلطة المحشي اللي عاملينها بجد مخليه لون الرز تحفة جدا. كمان لونه مش باين في الكاميرا قوي. وبكده ابقى خلصت معاكم ورق العنب باللحمة. اتمنى الطريقة تكون عجبتكم، اتمنى تجربوها وبألف هنا وشفا.